رمضان الجبالي هو أحد المشاركين في البحث. برحب بيك يا رمضان. يا مرحبا يا مرحبا، مساء الخير. دلوقتي احنا كنا بنستعرض التقارير او البيانات اللي صدرت. الناس معروف انها غايبه من يوم 15. تمام يا فندم. كويس. البحث بدأ يوم 17. من 15 تمام. ل 17 كان ايه اللي بيحصل؟ احنا اول حاجه بنعزي اسر المتوفيين بالتأكيد طبعا، وربنا يصبرهم. هم طلعوا الرحله يوم السبت. ايوه. ما تغيبوش من يوم السبت، لا هم طلعوا الرحله يوم السبت. كويس انك بتوضح لنا ده، بس انا البيان بيقول ان هم متغيبين من يوم السبت، البيان الاولاني. هم طلعوا الرحله من يوم السبت. ايوه. هم طلعوا الرحله يوم السبت ويوم الاحد اتغيبوا. ايوه. لما زميلهم اللي معاهم ما كملش معاهم جبل باب الدنيا ورجع، والراجل البدوي اللي معاهم واللي معاه الجمل رجعوا، ولما هم ما رجعوش في الوقت اللي هم مستنيينهم فيه الساعه 7 يوم الاحد. يعني هم كانوا المفروض يرجعوا الساعه 7 مساء يوم الاحد. يوم الاحد يرجعوا عند المكان اللي هيبيتوا فيه. ما رجعوش، وبدات العاصفه الساعه 3 العصر. ايوه. العاصفه الثلجيه بدات الساعه 3 العصر وهم ما رجعوش، المفروض يرجعوا الساعه 7 فرجعوا وبلغوا يوم الاحد. بلغوا يوم الاحد اللي هو يوم 16. يوم الاحد بالليل. ايوه يوم 16. يوم 16 فبراير. يوم 16 فبراير. الحركه ما بداتش الا الساعه 1 الا ربع يوم 17. قبل ما يبلغوا، في ناس كانت قريبه في الجبل مش في المدينه. ايوه. اللي هم 10 انفار فلحقوا الاربعه اللي هم نجوا. في 10 افراد بدو قبل التبليغ دول اتحركوا، دول ما كانوش في المدينه. الجمال والراجل اللي رجعوا، الراجل اللي معاه الجمل واللي رجعوا قابلوا ناس في الجبل قريبين على الجبل، فالناس اتحركت دي بسرعه فانقذوا الاربعه، لحقوا اخر اربعه فانقذوهم لاقرب مكان يعني يتدفوا فيه وقعدوهم، فالحمد لله ان هم لحقوا انهم ينقذوا الاربعه. بس بصراحه يعني هو الموضوع كله ما فيهوش تكفير. الموضوع كله ان ما فيش شبكه او ما فيش تواصل يعني مع الناس. هو أيوة. مش تكفير. ايوه بس من يوم ليه يوم 16 كله ما كانش في حد بيعمل اي حاجه؟ ما هو ده في ناس اتحركت، بس المشكله كلها في الطيران. يعني انا اتحركت يوم الاثنين، طلعنا الصبح يوم الاثنين. يعني المشكله في اجراءات طلوع الطيارات. والمشكله في اجراء الطيران. يعني لو كان في تكفير او الناس ما اتحركتش بسرعه لا قدر الله كان ال8 توفوا، ال9 كمان اللي هو التاسع القايد البدوي اللي معاهم. طب انت من سكان المنطقه عاده. تمام. الرحلات السفاري بيبقى معروف مثلا حاله الجو هتبقى عامله ازاي؟ هل الايام دي كان في اي حد عارف انه في عاصفه في الطريق ولا لا؟ نهائيا ما كانش حتى في سحاب، الجو كان تمام وما فيش اي حاجه. هي بدات من الظهر كده شويه سحاب، وبعد العصر الساعه 3 على طول. المشكله ان العاصفه الثلجيه على قمه الجبل فوق الرؤيه بتنعدم لمسافه 2 متر. يعني هم لما مسكوا في ايدين بعض الاربعه نجيوا. طيب انا